وحق ربي غير رانا محقورين. زعما وقفوا معانا كاع يتكليسيكي بكدا يا خو. القجع هذا بنادم واحد ما قدرتلوش كاع لافريك، بلاد كومبلي ما قدرتلوش يا خو. ليس هذا انا نقول له الحقير تاع القجع هو اللي قوي، ولكن حنا اللي مدينا له العصا، لان هذا القجع حنا عندنا من الرجال وعندنا من روحنا. حنا عندنا من الرجال والكفاءات اللي نقدروا هذا نكافحوه. الاتحاد الجزائري امام خيارين، اما لعب مباراة الصومال في ملعب ميلود هدفي بوهران، ومباراة اوغندا بملعب حسين ايت حمد بتيزي وزو، او لعب المباراتين الاثنتين في ملعب تيزي وزو. اما ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة فاعتقد بانه مستبعد من استضافة الشعور ديالي. الاحساس ديالي وقت الكوزي يقدر يعطيك الاحساس ديالو. اليوم صبنا لي روبير تاعنا في ملعب حسين ايت حمد. نعم. على المقابله اذا كان الفيفا وافقت مع الصومال نلعبها في تيزي. لكن علاش انت تدخل المنتخب الاسباني والفرنسي؟ علاش المنتخب الاسباني والفرنسي غير الملعب؟ ما راناش في نفس الظروف محمد. ما راناش في نفس الظروف. لو كان المنتخب الاسباني راهو عنده مشاكل ومازال ما تاهلش، عنده شك، كان عنده شك في التشكيله، عنده شك في التاهل، ربما يلعب في هل احنا عندنا شك في التاهل؟ مش عندنا شك، انا ما عنديش شك، ولكن اليوم اللاعبين خداو لي روبير تاعهم في الملعب حسين ايت حمد. نكمل المقابله تاع الصومال في حسين ايت حمد، نفوز بثلاث نقاط، ومع المقابله تاع اوغندا اللي راح تكون يعني شكليه نروح نلعب في ميلود هاتفي ولا نلعب في قسنطينه، ما يهمنيش. ولكن المقابله هذه مهمه جدا مع الصومال، لازم نفوز بثلاث نقاط محمد. نعم. لخاطر ما خديناش ثلاث نقاط هذوما نقول لك المقابله تاع اوغندا راح تكون مقابله ناريه. انا مع محمد. انا بالنسبه لي لا الصومال لعبوا لهم في الجزائر. شوف الاتحاد الصومالي واش حاب يدير، تخطيط للمنتخب الجزائري. زعما منتخب الصومال او يخطط يلعب ولا يخسر، يلعب في بلاده، يحب يلعب في الصومال. على كل حال من حقهم يلعبوا في الصومال صح. علاش حتى وين وصلت باش تلعب مع المنتخب الجزائري تقول نلعب في الصومال؟ الاستاد ما كاش، ماشي مأهلين ميم بو الاستاد هذوك باش تلعب فيها تصفية كأس العالم. على بشوف سعة الملعب 60,000 متفرج. كاش في كاش بلاصة تاع بطاطا ولا ما نعرفش انا، قالوا 60,000 متفرج في اكتوبر. تفهم بلي التخطيطات هذو كاع ما راح يديروا في اكتوبر، تفهموا. ما حبوا يلعبوا في تونس، ما حبوا يلعبوا في المغرب، ما حبوا يلعبوا في مصر. خويا ما تجيش عندنا للمغرب، الله يرحم لكم الوالدين، ما كنلقاو راكم من المشاكل. سير اخويا لعب في الصومال، لعب في البحر الاسود، لعب في الهند، شغلك هذاك بعاد منا حنايا. ما تجيوش المغرب يا ربي، ما بقاش اكسبتي المقابلات يدوزو عنده. ما بغيناش بقى هذا المنتخب يجي عندنا. انتم شفتوا في الفيديو السابق قال لك واحد علاش ما اثرتوش الجماهير اللي مشات باش تسب في المغرب. واش هذا الحماق هذا الشيء اللي غادي تجيبوا لينا؟ واحد حمار ماشي مربي جالس كيهرس الشاشات لواحد اللي شاريه لاعب حاشاك. كنا كان جمهور نسميوه ماشي بروفيسيونيل، مكلخ متطرف اي حاجه. هذا لاعب بروفيسيونيل كيهرس في الشاشات وباقي باغي يجيو عندنا. الصومال انا شخصيا كنشجع الصومال في القرار ديالها، وما كرهتهاش تربح بيني وبينكم بكل صراحه. ويا ريت ما نشوفوش الجزائر في كاس العالم مره واحده اخرى على التوالي. الضحك اللي يجينا شنو هو قال لك بانه سيدنا شوف معايا قرا معايا، قال لك بانه الملعب 60,000 متفرج. قال لك زعما شوف على ملاعب كي دايره ماشي حتى مجهزه 60,000 متفرج. زعما هو بغى الملعب يكون فيه 100,000 متفرج عادي يلعب. الملاعب اللي عندهم هما كاملين في الجزائر اقسم لكم بالله ما كاين حتى شي واحد وصل 60,000 متفرج. درنا عليهم حلقه كامله اللي بغى يدخل يشوفها على ملاعب ديال الجزائر عن طريق الجزائري هو اللي كيوريهم لينا. يعني ماشي حتى حنا باش يقول لك زعما راه كنديروا شي ماشي هادي. 60,000 متفرج جاتو قليله. الجزائريين كاملين غيمشيو للصومال. 60,000 متفرج قليله بزاف على المنتخب الجزائري. وجيبوهم عندك يلعبوا اخي عندك، جيبوهم اخي يلعبوا عندك. ما بغاوش يلعبوا من عندك صافي حقهم، هذاك راه جالس حقهم يلعبوا في البلاد ديالهم. سدينا شي حاجه فاش كيكون عندك الحق ماشي شغلك انت. حتى لدابا تقربنا تدرنا، ماشي شغلك. علاش ما ربحتيش الماتشات اللي فاتوا؟ هادو تمام المشاكل اللي خاصك توقعهم، لان كيتوقع غير الربح والخساره. خاصك توقع حتى الاماكن اللي غادي تلعب فيهم. هادشي هذا توقعه وهز. المهم سيدنا والفيديو طويل بزاف، الاشتراك ديالكم ضروري ويلا نكملوا فراشه.
لو ذهبنا إلى ما يجري اليوم نجد بأن هذه الهيئة وهي مختطفة ويعني تمنح شرف تنظيم هذه الدورة لبلد غير جاهز من حيث البنى التحتية والملاعب، وفي نهاية المطاف يقوم بتأجيل الدورة على مدار موسم كامل. هذه قارة وهذه هيئة غير يعني محترمة البتة. لذلك لا تستطيع وأنت يعني تتبارى إداريا مع هيئة مختطفة وغير محترمة أن تجد ذلك المعطى العلمي والنقاش العلمي وما إلى ذلك. تكي تروح الملعب نيلسون مانديلا ما شاء الله ملعب يعني بكل مقاييس عالميه صح مقاييس. انت كي كنا نروحوا في شان كانت لا كونيكسيون والاخر، وعلاش دوكا كاين نروحوا في تاع البطوله ما كاين والو، ما كان لا كونيكسيون. تسمى حنا نهيئوا غير للشان او المشكل وين راه؟ مشكل راهو في التسيير في الرياضه راني نتكلم، وبالتحديد في يعني كره القدم. وين راهم هذه الامكانيات؟ اليوم ولينا نحوسوا ملاعب وين نلعبوا. حنا عندنا ملاعب اسمح لي لازم نكملوا الفكره. الناس داروا باركينغ سور ان هكتار مغلوق، الناس تقاري برا دايرين ملاعب مغلوقين ما فهمناش. الدوله الرئيس وزير السكن ما يرقدش جوري نوي هي ومن بعد واش يصرى يجي واحد نفحت له لا ما تلعبوش، روحوا تلعبوا في الملاعب القديمه. يا ناس ونا رايحين نقولوا حق على نفوسنا الله غالب. احنا دراهمنا راحوا سقوهم ولاد الحرام، ما تبناو لا والو. الماء ما كاش، ما تقدرش تنظم كاس، حتى كاس افريقيا ما تقدرش تنظمه. ما عطانا لا كاس 25 ولا كاس 27 ولا كاس 31 ولا ما ندوناش، لانه ما عندناش. ماشي بس عندك تصطاد يعني ما عندكش. واش يلزمك باش تنظم كاس افريقيا كاس العالم؟ ما تكلمش. هذه الفضائح تسببت في تراجع مستوى الرياضة الجزائرية بشكل كبير، وأصبحت الصحافة الجزائرية تبحث عن أي طريقة تعلق عليها هذا الفشل، وكان المغرب وفوزي لقجع الهدف المثالي لهم. تصريحات المسؤولين الرياضيين في الجزائر أكدت على الحاجة الملحة لإعادة هيكلة الرياضة في البلاد وبناء بنية تحتية رياضية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية. لكن الإعلام الجزائري بدلاً من التركيز على هذه النقاط الإيجابية اختار الطريق الأسهل، وهو مهاجمة الآخرين. والغريب في الأمر أن بعض التصريحات المثيرة التي أطلقها إعلاميون جزائريون بأن تأجيل بطولة كأس إفريقيا في المغرب هو بسبب عدم جاهزية الملاعب المغربية، متناسين أن الملاعب المغربية استضافت بنجاح تام العديد من البطولات القارية والدولية، وكانت محط إشادة من الجميع. كأس إفريقيا بوزن وثقل كأس إفريقيا تؤجل. اليوم احنا متأكدين أنه البلد الذي سيحتضن كأس إفريقيا 2025 هو غير جاهز 100%. شتكش بنتيني يعزف قلب شتكش صحيح. السبب اقتصادي يا ابراهيم، ما حتى شيء. والمخزن اليوم ما هوش قادر باش ينظم كأس إفريقيا في الوقت الحالي، تلاعبات وشوية بزنس وشوية كذا، ما مش جاهزين اقتصاديا ولا من كل الجوانب. هذه الاتهامات تكشف عن ضعف حجة الإعلام الجزائري وافتقارهم إلى المصداقية. وفي خضم هذه الأحداث أصبح واضحاً أن الإعلام الجزائري يستخدم فوزي لقجع ككبش فداء لتبرير فشل الرياضة الجزائرية. لملعب الرباط لم أكن أتوقع بأن المغرب الأقصى يمتلك ملاعب رائعة وبنيات تحتية عالمية بهذا الشكل، والبلد المجاور الذي هو الجزائر يمتلك حاليا ملعب يصلح لأي شيء إلا لبعث الأبقار، يعني لتأخذ من ذلك العشب ما تراه مفيد لبطنها. لذلك أنا أقول بأن المغرب تجاوز الجزائر بسنوات وسنوات في جميع المجالات، وأصبحنا كالجزائريين نشعر بالغيرة عندما نرى بأن المغرب الشقيق وصل إلى هذا المستوى من التطور. الملاعب اللي راهم تبناو مخصوصين شوية، قال لابولوز ماشي مليحة، الحيط ماشي مسبوغ شوية، مهلوكة شوية الحالة. تحاول تعاند المغرب الشقيق الملاعب في المستوى وتزيد ترويج والاخر يكون في المستوى، لان هنايا رايح ماشي غير تلعب كوب دافريك، الصوره ملاعب ولي زوتيل كاين، هذا الشيء كاين بصح. انت وري لي بلاد في العالم بلادهم تكون غير كاع، هذا هو اللي يتكلم لك. نو ما تقولوش هنا هذاك انتم فزاد دي زانكومبيتون، ما راكمش كاباب تحكموا. هذه حاجه سهله ماهيش واعره.
ما راكمش، واللي داركم ما خممش مليح، اللي حطكم في هاد الاماكن كما تقول نتايا، في هاد لي بوست هادو ما خممش مليح خويا. اسمح لي، ما لازمش الناس هادو يكونوا في هاد الاماكن كما تقولوا انتم في المسؤوليه. اسمح لي، ما تلعبش هنا الصوره تاع الجيري، ما قاش بيرو، عطاك بيرو وكاين يعطوا له لابي ما يخدمش، يقرا برك صباح ولا عشيه ويقرا الجندوك ما كاش جرنال ملي ينوض هو يتبع في لي فيديو. واش عليه واحد ما شافك؟ ربي غدوه يقول لك برك كنت تخلص وما تخدمش. منين جاك هذا؟ غير هو اللي حاسبك واللي دارك الشمالي. المغرب شقيقنا وجارنا العزيز يبني في الملاعب وراه يتطور من عام الى عام، ويريد أن يصل ويصنع ملاعب تنافس الملاعب العالمية. البطاقة الحمراء اليوم لن أشهرها، حشمت، استحيت أني نشهر البطاقة الحمراء، لأنه البطاقة الحمراء التي سنتحدث عنها في هذه السهرة تتعلق بملعب الرباط الجديد بالمغرب. والله نغيروا برك، احنا ما راناش نحسدوا، ولكن يا ريت الدولة الجزائرية تعاند المغرب فقط، دير على الأقل تعاند في مراكز، في ملاعب. هذا الملعب الرائع لهذا الملعب الجديد بقيادة رئيس الجامعة المغربية فوزي لكجع، أحد أساطير المنتخب المغربي. الهدف تاعو الأول قال لهم أننا نبنيو هذا الصرح، هذا الملعب، قال لهم هذا هو الأوبجيكتيف تاعي نيميرو 1 باش يولي عندنا ملعب خاص. شوفوا الناس كيفاش راهي تتطور، كيفاش راهي تعمل، كيفاش راهي تخمم على بلادها، لأنه هذا عمل لصالح الوطن أيضا. لما يولي عندك ملعب بحجم هذا الملعب الرائع اللي تم تصميمه هكذا اون 3 دي، لكن راح تشاهدوه بعد مدة زمنية محددة. اللي خلينا نكملوا نشوفوا الملعب هذا اللي راح تشوفوه بعد مدة زمنية محددة. لي فيستير الداخل كيفاش راح يكونوا، لا صال دو سبور، لي صال مش لا صال لعب. بلا ما نحكيو على الامور اللي كاين لي تيران دو بروكسيميتي اللي كاين تما، المرافق، فندق، كاين امور كثيره بملعب الرباط الجديد بالمغرب. وكيفاش الناس راهي تتطور، وحنا ماذا بينا على الاقل نحاولوا كيفاش ناخذوا ولو 10% من هاد الناس اللي راهم ماهمش بعاد علينا، وماهوش عيب اننا نديروا توأمه، نديروا على الاقل كوبي كولي، ما نتفلسفوش يا سيدي، نديروا كيما راهم يديروا، نحاولوا كيفاش نديروا كل واش شفناه في 3 دي يكون جاهز. علي بن شيخ، امور مثل هذه نتمنى نكونوا عايشين ونشوفوها في نوادينا الجزائريه، لما لا؟ ان شاء الله هذا واش نتمنى. ستاد ديالهم كلوب بيان اورغانيزي، علاش شاك فوا نتايا تمد ليكزومبل بهم؟ قلت لك هما ممكن مارسي ما عندهمش واش عندهم هادو، صح؟ الله ما تزيدش تمثل بهاد، تمثلوش بهم. شوف ذاك الملعب هما يشوفوه لبعيد، هذا الملعب يولي يدخل لهم العجب، باسكو لي بوتيك لي ماغازان لي كدا، فندق كاين اوتيل فيه كلش العجب. ولا ما داوش كوب دي موند في هادو ما يديوها في هذا الملعب، بهذا الملعب، ولا ما داوهاش في هذه العوام اللي كاين يديوها بهذا الملعب. هم الاوبجيكتيف تاع توجور نروح بعيد، نحوس وين نافونسي. احنا مازال دبزه على لي سيبورتر، واحد يقول له نقعد منا والاخر يقعد منا. انا بعاد لا حتى ما راناش ماشي بعد، ما راناش. لا حتى بمعنى الكلمه بروفيسيونال تاع الصح. احنا ماشي اخي كاع نقولوها، كاع الشعب الجزائري يعترف بهذه، دوك ما نجيبوش هذه تخبى ولا ماشي. ماناش احترافيين، انا في الفوضويين هذه رانا فيها. احترافيين نو، هما ليها عايش بلي موين تاعو ماشي بالدوله، عنده لوطو فينونسمون بلي موين تاعو. تشوف البارك اللي عندهم يجي ما يعرف كومبيان فوا، البارك زولوجيك بلي ماغازان بلي العجب كلش المداخل. عندهم ان سونتر دو فورماسيون ماشي دونترينمون كون. حنا يدير لك 2 تيرين يقول لك راني درت سون دونترينمون، 2 تيرين ما درت والو، راك تمسخر برك. ما درتوها حاج موسى الحاج. هما عندهم ريالمون وين يونطرينيو لي جون تاعهم لي تيران بلان 14 انا رحت ل 14 ملعب 14 ولو كان تروح دركا تصيب اكثر، كنت تدخل 14 عليه الملعب باش يفهم الجمهور الرياضي الكريم. زادوا عندهم سنه وسنتين، زادوا دشوا. انا نحكي لك من قبل هذاك لا 14 وش يقول هو 14 لي جون، جو دي بيان 14 لي جون زادوا دشنو زادوا شوف هاك استعطتني معلومه 14 تيران لي جون برك. بيان سور لي شوف لي جون حنا نضلوا نقولوها، نضل 1000 خطره وانا نقول فيها لي جون ما كاش منها يونطريني مول سينيور وحده والجون وحده. والجون قلت لك 2000 خطره بلي لازم
بليزيور تيران. اليوم ينطرني فيها التيران ربما صبت الشتاء يتغرق يتقطع شويه الغازون، يخليه يرتاح يروح للتيران واحد اخر. لي جون شحال كاين 6 7 8 كاتيجوري احسن بصح. دونك لو دوبل كاين وخليهم زادوا بنا درك زادوا. انا حبست في 14 يقرا تما ياكل تما كلش تما ديك. تاخذ الدي تي ان تاعهم تاع الكلوب، ادخل تصيب شكون تصيب عندهم ديزاني وما تسمعش بهم، ما يجوزوش في التلفزيون. قال يهضروا عليهم لي باج، ما كاش ولي باج ويخلصوا هاك خلصوا يهضروا عليا انا زر وانا ما نعرف والو، انا يجيب ربي ويهضروا عليا برك. هذا ما كان. انا انت تمشي بالكذب كل شيء فول. عندهم استراتيجيه دو فورماسيون ميم او نيفو دي جون، خصوش على لي تيتر او نيفو دي جون. وزيد حاجه اخرى انا نقول لك شخصيه محترمه ماشي لا باغار وانا الدم يمشي هنا كل شتي حنايا. هذه التحفة المتواجدة في قلب المغرب الشقيق. تقريبا كل إفريقيا لم تكن، وفي الشرق الأوسط لم تكن تملك ملاعب مثل هذه. هذا ملعب مولاي عبد الله، حتى في أوروبا الشرقية ما كانش عندهم ملاعب. هذا هو جمالية هذا الملعب الرائع الذي أيضا تم ترميمه. هذا الملعب الجميل وهذه الملاعب الجميله. يا ما شوف اماميه ما عادش تقارنها بالمغرب خاطر راهم بالميكرو هربوا بينا هروب راه مانيش نقارن انا. هو يقارن عبد الستار قارن، انا والله لا قارنت وريتك الفيديو انا عبد الستار ما تتقارنش. راه نلعب كله ما عادش. شوف عام 2014 لعبت في المغرب انا لعبت في الرجاء، وشوف الملاعب اللي عندهم عام 2014 وشوف انت الاكاديميه اللي عندهم تاع محمد السادس، حاجه راه من وراء الخيال. راه حاجه راه معناتها حتى في الاوروب هم عندهم عندهم الملاعب، عندهم المتاحف، عندهم الاكاديميه تاع محمد السادس، عندهم السياحه، عندهم سياحه. دونك معناتها هربوا بينا هروب الحقيقه. على الارضيه في المغرب الكاليتي تختلف برشا على خاطر الملاعب في المغرب. فما شركه خاصه اللي هي ماخذه على عاتقها الملاعب الكل، خاصه ارضيه الملاعب والكاليتي نتاع الغازون. فما معناها دي سبيسياليست وديزاباري جايبينهم من برا، وشركه ما نجموش نسميو اسمها، لكن هي اللي هي شركه اوروبيه. لا شركه مغربيه، شركه مغربيه لكن عندها ماخذه معدات اوروبيه، وتجيب حتى اخصائيين من اوروبا. في بعض الاحيان نبداو في حصه تمارين يوخروا شويه التمارين لانه فما صيانه والا فما عمليه تفقد للملعب من قبل الشركه هذه. معناها ما تعطيك الملعب الا ما تبدا الحاله نتاعو براتيكمون. معناها لو قمنا بمقارنه مع الموجود في اوروبا بالنسبه لحاله العشب بالمغرب لا كيف براتيكمون نفس الكاليتي وفما حتى بعض الملاعب اللي افضل شويه على خاطر فما صور كي تشوفهم الحقيقه معناها في بعض الاحيان العشب اخضر والنوعيه معناها مشكل تلقى معناها الارضيه صلبه، تلقى الكاليتي معناها ممتازه جدا، تخليك حتى تلعب بالكره وتتمتع بالكره، ما تلقاش ديفيكولتي حتى في معناها في الكسوا في سورتو في لي جيست تكنيك في الفراب دو بال باش تلعب كره لي باس قصار كل. دونك راهو هذوما في كل